عرفتوا ازاي تطلعوا المقاومة الحرارية في البوردة؟ عرفتوا ازاي تفحصوها؟ لو جالك جهاز فيه عيب حرارة، بيقول لك الجهاز قم بالتبريد، قم مش عارف بايه، ان في حرارة، ان الجهاز فيه سخونة، في مشكلة حرارة. اه، والجهاز فعلا مش سخن، لان لو الجهاز سخن حقيقي فانت ما تروحش بقى لمنظومة الحرارة، انت حساسات الحرارة كده سليمة. ده لو هو بيسخن في شورت، انما الجهاز ما بيسخنش ومديك اشعار ان في مشكلة حرارة، ايفون او اندرويد، فدماغك على طول هتجيبك ايه؟ انك تروح تبص على المقاومات الحرارية، اذا هي مفقودة، لو في واحدة منهم مفقودة من على البوردة او تلفة. فحصت كل المقاومات الحرارية ولقيتهم كلهم سلام. هتيجي بعد كده تقف، انت مش عارف تعمل ايه. اوحش حاجة ان الفني يبص تحت رجله، ان انا عندي مشكلة شحن فاروح ابدل اي سي الشحن، عندي مشكلة باور فاروح ابدل اي سي الباور، عندي مشكلة شاشة اروح ابدل اي سي الشاشة. لا، الدواير عبارة عن مجموعة قطع بتعمل مع بعضها. انت دلوقتي في عطل الحرارة ده رحت فحصت جزء من الدايرة، ما فحصتش كل الدايرة. دلوقتي عرفنا ان ده جهاز انفينكس، الجهاز اللي معاك، وعرفنا ان دي مقاومة حرارية ورحنا فحصناها ولقيناها سليمة، وكان في مقاومات حرارية تانية ورحنا فحصناها ولقيناها سليمة. طيب، المقاومات دي واحدة منهم مقاومة ثابتة، والتانية مقاومة ثيرمستر متغيرة، تتغير مقاومتها بتغير درجة الحرارة. الدايرة اللي قدامك دي، المقاومتين دول توالي مع بعض ولا توازي؟ هما كمقاومتين ككل توازي على خط ال VIO 18 بي ام يو، انما هما كمقاومات واحدة ورا التانية، فدول ايه؟ توالي. والمقاومات على التوالي بتعمل ايه؟ بتجزأ الجهد، صح ولا غلط؟ طيب، لو المقاومتين دول قد بعض، يعني دي 100 كيلو ودي 100 كيلو، فالجهد اللي هيبقى داخل لهم هيتقسم عليهم بالتساوي. يعني لو ده 1.8 فولت، ودي مقاومة 100 كيلو ودي مقاومة 100 كيلو، فكل واحدة فيهم هتاخد كام؟ 9 من 10 فولت، فهيبقى دخل من هنا 1.8. أول واحدة أخدت 9 من 10، فهيطلع منها كام؟ 9 من 10. فتاني واحدة هتاخد 9 من 10 وهي هتستهلك 9 من 10، فهيطلع منها زيرو اللي هو الأرضي. فأنا لو سحبت خط من ما بينهم، الخط ده هيكون عليه كام فولت؟ 9 من 10 فولت. طيب، لو المقاومة دي تلفت، الخط ده هيبقى عليه كام فولت؟ لا، صفر فولت. مفيش حاجة هتعدي لو المقاومة دي قطعت، مفيش حاجة هتعدي، هيبقى هنا في صفر فولت. وده المسار اللي بيتحسس الحرارة. بيتحسس الحرارة عن طريق ايه؟ ان المقاومة دي لو هي قيمتها مثلا 100 كيلو ودي مقاومة قيمتها 390 كيلو، فالمفروض ان هنا هيطلع فولت معين، لا خلينا نقول 6 من 10 فولت، لان المقاومتين مش قد بعض فالجهد مش هيتقسم عليهم بالتساوي. هيطلع من هنا 6 من 10 فولت رايح للاي سي عشان يحس منه اذا في تغير في الحرارة ولا لا. طول ما المقاومة دي قيمتها 100 كيلو، الفولت ده هنا ثابت، فالاي سي مش ملاحظ اي تغير في الحرارة. لازم تفحص المنظومة كاملة مش المقاومة بس. جايلك، فقلنا لو المقاومة دي اتشالت من على البوردة او تلفت، فالفولت اللي هنا هيتغير، فالاي سي
لو هي تلفت هتدي مقاومة اكتر، فهتاخد اكتر من الفولت، فهنا القيمة هتبقى اقل. فان الفولت هيتغير، يعني خلينا نقول ان الفولت هيتغير عن قيمة مثبتة في الوضع العادي. لو الفولت ده اتغير عن القيمة دي، فالجهاز بيفهم ان انت عندك مشكلة في الحرارة. سببها ايه؟ دايما عشان تنجح في الصيانة انت بتدور على سبب المشكلة عشان تحلها. هي دي الصيانة، مش الصيانة ان انا اكون بعرف اغير قطع، يلا مشكلة حرارة روح غير مقاومة حرارية. افحص، هتغيرها ليه؟ افرض هي مش تلف، هتغيرها ليه؟ استخدم الادوات، استخدم المخطط، افهم عشان ما تغيرش كده اعتباطا. طيب المقاومة دي سليمة ما فيهاش مشكلة وموجودة، والمقاومة دي سليمة وموجودة، وعندك مشكلة حرارة وفحصت كل المقاومات. الفولت ده لو ما وصلش للمقاومة دي، فهنا برضو 0 فولت، فالجهاز يديك مشكلة حرارة. ساعات المقاومة الحرارية تبقى على البوردة اللي تحت، على السب بورد اللي هي بوردة الشحن، وبوردة الشحن دي واصلة مع البوردة الرئيسية بفليكس كيبل، الفلاتة الموصلة. والفلاتة فيها مشكلة، لا المقاومة الحرارية فيها مشكلة ولا البوردة فيها مشكلة، الفلاتة هي اللي فيها المشكلة، ويديك الجهاز مقاومة حرارية، وتلاقي فني راح عمال يشيل في المقاومات ويغير في المقاومات ويفحص ويقول لك المقاومة سليمة. اعمل ايه يا باشمهندس؟ طب ما المقاومة دي بتوصل مع البوردة اللي فوق عن طريق الفلاتة، فعادي جدا الفلاتة تعمل لك المشكلة دي. في بعض الأجهزة S10 مثلا في سامسونج، في مقاومة حرارية في فلاتة الشاحن الوايرلس، الشاحن اللاسلكي، والشاحن اللاسلكي ده في الباك كفر، والشاحن اللاسلكي ده له مجسين على البوردة بيلمسوا نقطتين في الباك كفر. الباك كفر ده لو ما تقفلش كويس والمجسات دي كانت نازلة لتحت او ما لمستش النقطتين اللي على الباك كفر، يديك مشكلة مقاومة حرارية، لان في مقاومة حرارية على فلاتة الشحن الوايرلس ما بقتش واصلة مع البوردة، بيديك الفولت ده موجود والمقاومة دي سليمة، والمقاومة دي سليمة وموجودة، ولسه برضو عندك مشكلة مقاومة حرارية. خط الإشارة ده رايح لاي سي، لو الخط ده مقطوع من تحت الاي سي مثلا مش راكب على البوردة كويس، او كورة القصدير اللي واصلة بالمسار ده مكسورة، او البادة اللي بتقعد عليها كورة القصدير دي مقطوعة، او المسار جوه البوردة نفسه اتقطع بسبب مسمار طويل، او بسبب ان بوردة اتعوجت فالمسار اتقطع جوه البوردة، يسبب لك نفس المشكلة. عشان كده لما حد يجي يقول لي عندي مشكلة كذا كذا كذا، تفتكر الحل ايه؟ اقول له معرفش، لازم افحص، لان انا ممكن يكون عندي مشكلة في دي او في دي او في المسار او في الاي سي او في الفولت ده. ما تبصش تحت رجليك، لازم ده يكون شغال. ده اول اداة لازم تستخدمها في الصيانة، مش الادوات اللي على المكتب.